أسباب السعادة النعمة اللي أنت فيها، اشكر الله عليها، أنت بخير وعافية. لا تظهر نفسك أنا ماني في خير، أنا تعبان، أنا فيني كذا. أنت بخير وفي خير وفي راحة. أنت تبصر غيرك أعمى، أنت تمشي غيرك مشلول، أنت تتكلم غيرك أطرم أخرس، أنت تسمع غيرك أصمج أصمخ، أنت في عافية غيرك فراشه ملة، أنت تأكل وتشرب غيرك ما يقدر يأكل ولا يشرب، ما كل ما اشتهى شيء كذا، مريض، هذا معه سكر، هذا معه ضغط، هذا معه قلب، هذا معه كلى، هذا معه كبد، هذا معه سرطان، هذا معه في راسه، هذا معه في رجيله، هذا معه في عضلاته، في عصبه، في عظمه، في أعظامه، في كل حياة. يعني أنت خير وعافية، لازم تشكر الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولله الله أعطاك خير لا تظهر نفسك فقري، والله ما يعطيك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، في ملبسك، في مأكلك، في مشربك، في مسكنك، في حياتك. لا تظهر نفسك إنك من الناس اللي أغنى الأغنياء، ولا تظهر نفسك من أفقر الفقراء، من شافك تصدق عليك وأنت بخير وفي خير. لا إصلاف ولا مخيلة ولا تقتيل بخل وشح، إنما متوازن في هذه المراتب، شاكرا لأنعم الله في عياله، في ماله، يقدر حتى عيالك. لا تخلي عيالك يتمنون ألعاب في أيدي غيرهم مما هو في دائرة المباح وأنت قادر على أنك تعطيهم إياها. لا تخلي عيالك يتمنون ما في دين خلق الله وأنت قادر تعطي عيالك وتونسهم وتمتعهم بما أحل الله في دائرة المباح. لا تجعل نفسك في دائرة يعني ما يفوق ذلك، ليس من جانب الورع ولا من جانب الزهد، إنما من جانب التقتير على الأبناء والذرية. أوسع الله عليك وسع، وإذا وسعت وسع الله عليك وزادك من فضله. هذا في أمورك. إذن عندك مسألتين: